لو عايزين أكلة سريعة وتشيل معاك غدا أو عشاء وما تاخدش 5 دقايق في التحضير، يبقى لازم تجربي الطاجن التحفة ده. نكهة قوية وريحة شهي وطعم خطير. في طاسة بقى سخنة انزلي بمكعب الزبدة وشوية الزيت، ضيفي عليهم بقى القوانص وقلبيهم كام دقيقة كده لحد ما يتشوحوا كويس، لأن القوانص بتاخد تسوية عن الكبدة، فنزلنا بيها في الأول. ضيفي الكبدة بقى وكملي تشويح. أول بقى ما لون الكبدة ياخد اللون البني، تتبلي بقى بملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات مشكلة. انا نزلت بالبابريكا في الاخر. انا هنا قلبت تقلبتين ونزلت عليهم بالبصل الجوليان وقلبته لحد ما يبدأ يتعرق ويدخل في السوا، يعني لغاية اما البصل يدبل معايا. وهنا بقى هبدأ اضيف نكهة مميزة، وهي ان نجيب 3 فصوص توم ونقطعهم شرايح وهنبدأ نشوحهم مع البصل. انا عايزة اقول لكم بقى تركاية كده عشان الكبدة والقوانص ما يطلعوش زفرين معايا. بعد بقى ما تنضفوا الكبدة والقوانص كويس، انقعوها في ميه وليمون، وده طبعا عشان يشيل زفارة الكبده. وهنا بقى بدأت اضيف البابريكا بتاعتنا. ابدأوا بقى ضيفوا الفلفل الالوان وشوحي دقيقتين كده. هل هنكتفي بكده؟ لا طبعا. هاتي بقى 3 معالق صلصه كبار وضيفيهم في نص كوبايه ميه ودوبيهم كويس. عايزه اقول لكم بقى ان التركايه دي بتودي الكبده والقوانص في حته تانية. اول بقى ما ضفت الصلصه بتاعتي، سيبي الخليط يغلي غلوتين، يعني يغلي كده قيمه 5 دقايق. انا عايزه اقول لكم من جمال الريحه واصله لغايه الجيران. طاجن كده في السريع مش هياخد منك خلاص وقت. هنا بقى الصلصة بدأت تغلي وهتتشرب في التتبيله. هنبدأ بقى ننقل كل الخليط على طول للطاجن علشان ياخد طعم احلى في الفرن. وضيفي كمان، وده اختياري من عندي، هنحط قرن فلفل حار، وده ممكن تحطوه ممكن لا. دخلوه الفرن بقى لحد ما يستوي ويتسبك. واول ما الطاجن يخرج من الفرن وتشم ريحته الخطيره، قدموه بقى سخن مع العيش او الرز الابيض، وهتعرفوا قد ايه الوصفه دي سهله وسريعه وطعمها يجنن. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الطاجن السريع ده، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه الوصفات اللي انا عملتها في القناه وعجبتكم جدا عشان اكررها تاني او اغير فيها. وكالعاده يا ساده، ما تنسوش تصلوا على النبي وتكتبوا لي في التعليقات حاجه تؤجروا عليها.